يا أخي أنت أكثر دولة يستدعى سفراءها، يا أخي استحوا قليل. أنت أكثر دولة في هذا الكون كله يستدعى سفراءها من كثر مشاكلكم مع الدول الأخرى. يعني أنت شفت في حياتك أنت دولة في العالم يستدعى 3 من سفرائها في 3 دول في نفس اليوم إلا أنتم، ثم تأتي وتقول هكذا بكل ما شاء الله عليك واثق نحن لا نتدخل. يا يا رجل، أحمد الشرع يتحفظ على مئات من المقاتلين الجزائريين قاتلوا في سوريا مع بشار، وتجي تقول لي ما نتدخلش؟ يا رجل دعمك لجماعة الحوثي الشيعية القذرة في اليمن ليس له حدود مع حليفك الإيراني، وتقول لي ما تتدخل؟ تريد تدخل في المغرب في كل شيء حتى في تركيبتهم السكانية ثم تقول ما تتدخل. دخلت أصلا الذهنية الذي أنتم تعيشونها أنكم أمريكا أفريقيا ونحن شواكل الأفريق ونحن الفاعلين، وعلى هذا الأساس تتدخلون تحشر أنفك في موزمبيق وهذا، ثم تأتوا وتقولوا ما نتدخلش. يا أخي حق الرد، حق أنا الرد. بعطيك حق الرد، لكن لا تقاطعني لو سمحت، لا تقاطعني مثلما أنني لم أقاطعك. بالعقل الله ما شفنا يا أخي، الله عرفناها بالدلائل بالبراهين. أنت ما في دولة إلا واشتكت منك، ما في دولة إلا ووضعت حشرت أنفك فيها، بدليل أنك أكبر دولة يستدعى سفراءها للتفاوض والتناقش والاعتراض والبلاوي هذه. أي أقول لي كيف؟ يعني أنت مثل هذاك الطفل المشاغب في المدرسة اللي كل شوي يقول له تعال هات لنا ولي أمرك، هات لنا ولي أمرك، وأنتم من كثر مشاكلكم ومن كثر حشر أنوفكم في دول أخرى يستدعى سفراءكم بالجملة يا رجل. دولة غريبة، دولة تحس إني طايشة بتعمل حاجات ليست حكيمة البتة. هذه واحدة. الامتيازات للبوليزاريو وليس للمساكين المحتجزين. قيادات البوليزاريو عايشين أحسن منك الجزائري، ولهم الأولوية في المنح قبلك أنت كجزائري. وإبراهيم غالي هذا غالي أغلى من رونالدو من ميسي، والله إنه غالي واسمه على مسمى، وأنا أقف يعني أعارض المغاربة الذي يصفونه بالرخيص. إيش من رخيص؟ هذا في بطنه ميزانية القوة الضاربة. أتعلم كم مرتبات مندوبية البوليزاريو في العواصم الأوروبية؟ أنت لا تعلم. كل هذا من ميزانيتك ومن فلوسك، وانتو ماسكين حليب طابر على الحليب. وشوف مقاطع للشعب الجزائري المنسي اللي ما عنده بيت، واللي ما تحممش صار له شهر، واللي ما ذاق الحليب صار له ما أدري كم، واللي بيأكل لحم حمار، وإبراهيم غالي يكشكش أمها من الميزانية حقك. هذا الامتيازات يا صاحبي. أما هؤلاء المساكين مطحونين والله، إنهم بعضهم ما عنده حمام يروح يقضي الحاجة تحت الحجر هناك من ما قبل الفتح، عادهم عايشين. إيش من امتيازات وإيش من خرابيط. نقطتين وأكمل. مسألة أنكم طرف هذه لا تستطيعوا أن تنكروها، وأنا قلت للذي قبلك أعتقد مصطفى أو غيره إنه كونوا رجال وقولوا أنكم طرف، لأنك فعلا طرف، بدليل لأنه لا يسحب السفراء أو لا يستدعى السفراء إلا عندما يتم التعدي على الوطن نفسه. يعني أنا المغاربة لا يمكن يستدعي سفير دولة إلا إذا كانت هذه الدولة قد تدخلت في شأن داخلي مغربي. أنت عندما تسحب الاعترافات من الدول التي تجمد اعترافها بالبوليزاريو، كيف تريد تقول لي أنك لست طرف؟ يا أخي أنت بتسحب السفير وأحيانا بتقطع العلاقات. يا رجل أنت الآن استعديت فرنسا فقط لأنها أقرت بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وقاطعتها ودخلت في نفق مظلم، والآن يعني حالة مزرية. وزير الداخلية كله من تحت الصحراء، ثم تأتي وتقول لي أنا لست طرفا. كيف تتحدثون؟ كيف تخاطبون الناس بهذه الجرأة؟ يا أخي أنتم مفصولين عن الواقع يا أخي زين، مفصولين. الواقع في وادي وأنتم في كوكب آخر. آخر نقطة، مسألة الصحراء أن الملك يسميها الغربية. هي ليست هي حتى أنا أستغرب من المغاربة الذين يستاءون عندما يسمعون مصطلح الصحراء الغربية.
ليس الغربية جهة، هي جهة. ممكن أن تقول الصحراء الشرقية، الصحراء الجنوبية، الصحراء الغربية، الصحراء، لكن في الأخير من يعيش في هذه الصحراء؟ من يتنقل فيها؟ يا أخي أنا براني وأطوف الصحراء كلها وأمشي فيها كلها، وأنتم تؤكدون أنها مغربية بدليل أنكم تستدلون أن قياداتها من المغرب. هو ما يقول لكم لأنها مغربية ولأنهم مغاربة أهل تلك الأقاليم، بدليل أن قياداتها من داخل المغرب. يا أخي أنا ما عارف كيف أنتم خذ لك يا أخي دقيقتين حق الرد ثم نعود للشمالي. تفضل يا أخي. جميل جدا. احيانا تتكلم على انك سياسي واحيانا تتكلم على اللهجه اللي لا افهمها ابدا، انت سوف ابدا من حيث انتهيت. لو قال صحراؤنا، لو كان غير اعتراف رسمي من الملك نفسه لقال صحراؤنا، فخليك الامور على مسماتها. هو يتكلم في السياسه وكان يخاطب في شعبه في المقابل، يقول بالحرف الواحد الصحراء الغربيه. ومش فقط هو، فيه أدلة كثيرة، فيه صحفيين اللي اعترفوا بالكلام هذا. لما نخرجوا في الخارج نقول الصحراء الغربية، أما في الداخل نقول الصحراء المغربية. هذا كلام مو جزائري، وهذه ليست صحافة جزائرية. خليني نرد لك على النقطة اللي ذكرتها، أن الجزائر طرف في النزاع. أخي الكريم، أنا قلت أن الجزائر ليست طرف في نزاع. ما المقصود من هذا؟ إذا أراد الصحراويون أن يبقوا تحت المغرب، الجزائر لا تملي عليهم ولا إملاء واحد. هم يطالبون من الجزائر حمايتهم، ويطالبون من الجزائر أن تدافع عنهم. الجزائر تقوم بالدفاع عنهم فقط. فالدول اللي تكلمت عليها، فرنسا مثلا، أنت تخلط الأوراق يا رجل. المشكل بين الجزائر وفرنسا عنده أكثر من 8 أو 9 أشهر. متى اعترف الرئيس الفرنسي على الأراضي المغربية بالصحراء لأجل فرنسا؟ هذا كان عنده أقل من 3 أشهر. في المقابل أنت تعرف على أنه بوشوارب الوزير اللي تطالب به الجزائر من فرنسا، وأنت تعرف على أنه كانت زيارة مبرمجة من الجزائر إلى فرنسا، وتم إلغاء هذه الزيارات ككل، حتى من جانب الجزائري ومن جانب الفرنسي. والجزائر هي التي رفضت هذه الزيارات. في المقابل قام الرئيس الفرنسي بالذهاب إلى المغرب واعترف بالصحراء، وهذا دليل قاطع على أنه استفز الجزائر. فبطبيعة الحال الجزائر كان عندها ردة فعل، وسحب السفير. لحظة من فضلك، سحب السفير كان حق رد، ليست مداخلة. خلاص انتهى الوقت. لكن أنا رديت عليك، إذا نتمنى رديت عليك.